مئات الشاحنات المحملة برؤوس الأغنام وآلاف أطنان من المواد الغذائية تنتظر دورها للعبور من وإلى معبر سيمالكا فيش خابور بمدينة ديريك شمال شرق سوريا بعد توقف حركة العبور أمام التجارة دام أكثر من 4 أشهر، الذي ساهم بدوره في ركود اقتصادي خانق اجتاح أسواق ومدن مناطق غرب كردستان. تزامنت مع رشق الاتهامات بين الطرفين من جانب إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية غرب كردستان، أو كما يفضل الكرد تسميتها رجأفا. صالح تاج الغنم من مدينة ديريك تحدث لبريس 23 عن حجم المعاناة التي يلاقيها نظراءه تجار المنطقة في أول يوم افتتاح المعبر أمس الأربعاء، وكشف عن مرور 20 شاحنة محملة برؤوس الأغنام إلى الطرف الآخر من كردستان العراق، لكنه تأمل كغيره من تجار الغنم مرور حمولته دون رجعة لديريك، مشيرا إلى وفاة عدد من الأغنام نتيجة انتظارها الطويل تحت أشعة الشمس الحارقة. واشتكى صالح من رفع الرسوم الجمركية على المواشي من طرف روجافا، والتي قدرت ب6 دولارات على رأس الغنم الواحد. ودعا الطرفان السياسيان نبذ تجاذباتهما السياسية وتسهيل المرور بالبوابة الحدودية بين الجانبين للاستيراد والتصدير. سيامند عثمان مسؤول إدارة معبر سيمالكا أكد لبريس 23 عن أن بتر العلاقات جاء من جانب سلطات الإقليم منذ منتصف شهر آذار مارس الماضي، مشيرا أن إغلاق البوابة الحدودية من طرف الكردستاني أمام التجارة تزامن مع إعلان الإدارة مشروعها الفيدرالي روجافا شمال سوريا، غير أنها بقيت مفتوحة أمام مرور المواد الغذائية من باشور كردستان. وتطرق عثمان إلى الإجراءات القانونية التي تتبعها إدارة معبر سيمالكا بفرض رسوم جمركية على الشاحنات المحملة بالأغنام من طرف روجافا، وإلغاء الضريبة الجمركية على المواد المستوردة من طرف الإقليم. شوكت بربوهاري مسؤول معبر فيش خابور أكد لمصادر صحفية السبت عن فتح المعبر الحدودي بأمر من ديوان إقليم كردستان، مبينا أن المعبر سيفتح الأحد أمام حركة عبور المواشي من غرب كردستان بدون أخذ ضرائب جمركية عليها. يذكر أن المعبر بقي مفتوحا أمام المواطنين بين الحين والآخر مع استمراره مفتوحا أمام الحالة الإنسانية، لكن أبوابها بقيت موصدة أمام شاحنات التجار، الشريان الذي يمد مناطق الإدارة بالحياة. لامار أركندي، معبر سيمالكا، خاص بريس 23.